السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي وأخواتي الأعزاء، بارك الله فيكم وبولادكم وبعيالكم وبمالكم وبجاهكم وبصحتكم العافية. اليوم رح نحكي إن شاء الله عن مرض القولون العصبي وعلاجه، إن الله خلانا من الأحياء طبعا. حابب أورجيكم منظر بس قبل ما بلش، إذا بتحبوه. منظر كتير خلاب، سبحان الخالق من الطبيعة الربانية. شوفوا على المنظر اخواتي، الجبل وتحت الشاطئ المحيط الأطلسي، الشاطئ المحيط الأطلسي. اخواتي الاعزاء، مرض القولون العصبي مرض مزعج، مزعج بكل المعايير، من ألم راس، من يعني له مشاكله كثيرة. والقولون العصبي ما بيبين لا بتحليل ولا بتصوير ايكو ولا بمخبر ولا بأي شيء. القولون العصبي له أعراضه معروفة. وجع ايد اليسار، شد من الرقبة، وجع هون تحت الصدر، هون بالقرنة هاي، أو إمساك وإسهال، وبعض الأحيان بيساوي وجع راس. القولون العصبي علاجه من شقين، والشقين جزء لا يتجزأ منهم، يعني الاثنين مرتبطين ببعض، وما بيصير نبعد واحد عن حساب واحد أو واحد على حساب واحد. الاثنين بده يكونوا مع بعض، اثنين ماشيين مع بعض لمدة 30 يوم بالتمام والكمال. الشق الأول اللي هو العشبة اسمها أنوشة تفاحي، بالاسم هذا اسم أنوشة التفاحي اسمه العامي. أما اسمه العلمي اسمه صمغ الريح، اسمه صمغ الريح. وبالنسبة لصمغ لسمغ بتجيبوا منها 20 جرام، 20 جرام بتجيبوا منها، وبتجيبوا معها زهرة مثلا، خلينا نقول بابونج أو الشب الظريف، بجوز ما حدا يعرف هاي شب الظريف، المهم بابونج، خلينا نقول بابونج. 20 جرام بابونج و20 جرام أنوشة تفاحي اللي هي صمغ الريح. خلينا نتمشى شوي. بينضربوا التنتين، العشبتين هدول بينضربوا بمطحنة بن لحتى يصيروا شبه العجينة مع بعضهم. وبنجيب كبسونات مضاد حيوي او التهاب او اي دواء. المهم الكبسونة بتكون تنفك عن بعضها، البلاستيك بتنفك عن بعضها. بنجيب 120 كبسونة، 120 كبسونة. الكبسونة بنكب اللي بقلب منها بعد ما نضربهم على مطحنة البن، بنكب اللي بقلب الكبسونة وبنعبي بدالهم العشبة. هون جهزنا الكبسونات، 120 كبسونة. الكبسونات بتتاخد واحدة الصبح، تنتين الصبح عفوا، تنتين الصبح وتنتين المساء. تنتين الصبح على الريق وتنتين المساء قبل النوم، حبتين الصبح يعني وحبتين المساء. الشق الثاني هلا بنكمل للعلاج. الشق الثاني هو الأكل. في امتناع عن الأكل، هلا بقولكم شو هو. بدون الامتناع عن الأكل ما بيصير علاج. يعني الشقين قلت لكم من بداية الحديث مرتبطين ببعض بشكل غير مباشر، يعني جزء لا يتجزأ من بعضه، اثنين جزء لا يتجزأ. الأكل الممنوعين عنه، طبعا عم بحكي لمريض القولون العصبي، والله يشفيك منه ويشفيكي منه بجاه الحبيب المصطفى، بجاه لا إله إلا الله محمد سيد رسول الله. كل شيء مقالي بالزيت ممنوعة، بطاطس، باذنجان، زهرة، قرنبيط، كله ممنوع. هذا كل شيء مقلي بالزيت ممنوع. البقوليات ممنوعة بكل أشكالها، الفول، الحمص، البازاليا، اللوبيا، الفول، كله ممنوع، كله بيهيج القولون. هذا كله بيهيجه للقولون، كله بيهيجه للقولون.
وكل شيء مقلي بالزيت قلت لكم اخواتي ممنوع. كل شيء بتقلوه بالزيت ممنوع، يعني ما لازم يكون في زيت. وشغله ثانيه موضوع الاجبان والالبان ممنوعه. البصل والثوم ممنوع. البان واجبان بكل مع مشتقاتها كلها ممنوعه. البصل والثوم ممنوع منعا باتا. يعني عدوا على اصابعكم، كل شيء مقلي بالزيت ممنوع، البقوليات ممنوعه، البان واجبان مع مشتقاتها ممنوعه، البصل والثوم ممنوع. اكثر شيء البصل والثوم، حتى الثوميه هي بيقولوا عنها اخذوها لنا بمصر او بسوريا او بهي بيقولوا عنها مايونيز، ممنوعه منعا باتا لمده شهر واحد تحملوا 30 يوم. بعد منا كلوا ما يحلى لكم، الصفر كله قدامكم. شهر واحد انا بتمنى انه تتحملوها مشان ترتاحوا من شيء اسمه قولون العصبي والتهيج تبعه. وان شاء الله اموركم رح تكون باحسن الاحوال، وباموركم رح تكون 100% اذا بتتبعوا هالكلام هاد. ثقوا تماما يا اخواتي، ثقوا تماما، رح تنسوا شيء اسمه قولون العصبي من بعد هالشهر اللي انتم اللي رح تمروا فيه. وبتمنى الشفاء لكل اخواتي واخواتي، بتمنى الشفاء لكل الناس اجمع بدون استثناء حدا. بتمنى الناس كلها تدعي لي بالخير. انا مو طالب غير الدعوة الخير، دعوة الخير وبس، ما بدي من حدا شيء الا دعوة الخير. وبتمنى من كل شيء سمع هالحديث وعم يستفاد وحب انه يستفيد ويشوف شيء ثاني، ولسه كل يوم انا عم نزل ان شاء الله، لا ينسى الاشتراك واللايك ورنة الجرس وتعليق هيك يكون ظريف. ومرجع بقول لكم مشان التعليقات يا اخواني، بتمنى منكم كلياتكم تذكروا الله بالتعليقات. انا ما بدي شيء، انا اذكروا لي الله عز وجل، هذا بتكفي الدنيا عندي وما فيها. لانه بصراحة كله من عند الله. ونهاية الحديث هاد بحب وجه تحية لابن عمي وتاج راسي، اخي وكبير عيلتنا، عيلة بيت الهنداوي، علي ابو جلال الهنداوي. تحية كبيرة لإله وكل احترام وتقدير لإلك يا أخي وتاج راسي أبو جلال. وبارك الله فيكم جميعا، ولا تنسونا مثل ما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا بكرة إن شاء الله.